عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. بمناسبة مرور 100 عام على ولادة النجم الرياضي الساحلي وعلى نشأة هذا الكيان التونسي العظيم وهذا الفريق الرائع، الفريق المتألق قاريا ودوليا واللي مشرف تونس يعني داخل الوطن وخارج الوطن كيف كيف إفريقيا، واللي ترفعت الراية متاعه في عديد المحافل الدولية. وكان يعني خير مثال لتونس العزيزة الغالية اللي من دون شك تجمعنا ونحبوها الناس الكل، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وتجمعنا الكل راية الوطن بقطع النظر على الانتماءات. فأنا من الموقع متاعي هذا نحب نحيي جماهير النجم الرياضي الساحلي، ونحيي كيان النجم الرياضي الساحلي وهذا النادي العظيم. وبصفة خاصة حبيت نشكر رئيس النادي السيد زبير بيا اللي قايم بشغل كبير في النجم الرياضي الساحلي، وهذا واضح وجلي لكل العيان، يعني واضح وجلي الخدمة متاعه، الرقي متاعه، الاحترافية متاعه في التعامل كيف كيف، يعني في خلق العلاقات الطيبة وفي خلق الأجواء الطيبة للعمل. وإن شاء الله احنا نتمناه إن شاء الله ترجع الكورة متاعنا، الكورة التونسية اللي نحبوها واللي عرفناها، الكورة اللي تجمع الناس الكل واللي فيها التنافس الشريف في مختلف الرياضات، يعني ويكون هذا الكل في مصلحة الراية الوطنية، في مصلحة الكورة التونسية. كما نشوفوا يعني في دول أخرى، شوف يعني الرياضة متاعهم وين وصلت وشوف النوادي متاعهم وين وصلت. احنا ما يخفيش اللي كونه النجم الرياضي الساحلي كان منافس شرس وشرس جدا على كل الألقاب. الكرة الطايرة موجود، في كرة اليد موجود، في كرة القدم موجود، يعني في كل المحافل تقريبا موجود، ويدافع بشراسة على ناديه كيف كيف على ألوان النادي. وهذا حق مشروع للنجم الرياضي الساحلي. ولهنا بالمناسبة السعيدة هذه، راهو احنا الكلنا نحبوا النوادي التونسية بما فيها النجم الرياضي الساحلي، النادي الافريقي، النادي الصفاقسي ان شاء الله يرجع للمكان الطبيعي متاعه، كيف كيف الاتحاد المستيري، الأندية الكل ترجع وتقوى باش تزيد تقوى البطولة متاعنا كيف كيف لخلق التنافس الشريف اللي كما قلنا يزيد يقوي النيفو متاع الكرة التونسية، ويخلي اسم تونس موجود دائما وأبدا في المحافل الرياضية، في المحافل الدولية. كيف كما قلت لكم نحب نشكر زبير بيا اللي وصل النادي معناتها بصراحة المستوى ممتاز ممتاز جدا. وإن شاء الله بإذن الله حسب يعني الرؤية الموجودة